الملك فهد، ونشاهد التيفو الجميل والرائع أيضا لجمهور نادي الهلال. الزعيم نصف الأرض يعني ولا إيش؟ نشاهد كيف يكتمل هذا التيفو الرائع. 6 بطولات آسيوية لهذا الفريق الزعيم الآسيوي. حقيقة منظر مهيب جدا ورائع من الجماهير الهلالية، ويتوافق مع الحدث ويذكر بتاريخ هذا الفريق الكبير. نعم. حقيقة جماهير الهلال وحضورها بهذه الكثافة حقيقة مثل هذه المباراة دعم كبير للهلال وفي بداية مشوار الآسيوي، وإن شاء الله الهلال يظهر كعادته يعني زعيم، وكما هذا المنظر الجميل نشاهد الهلال إن شاء الله أجمل على أرض الملعب. كل التوفيق للهلال والأهلي في هذه المباراة. نتحدث أيضا عن التشكيلتين الآن في عملية الأطراف. دائما لما نتكلم عن الأطراف نتكلم في المساحات التي تترك خلف الأطراف، وهذه مشكلة كبيرة جدا في وسط الملعب. هوجو دائما يعمل توازن، وعملية توازن مهمة جدا، لأن ماجد حسين، نتكلم عن ماجد، عنده مشكلة كبيرة جدا في عملية أنه بعض الأحيان يترك مساحة كبيرة، وهذا ما يعاني منه هوجو. لكن في الأمام مفاتيح اللعب واضحة جدا هي إسماعيل الحمادي على الطرف، وسياو. مهمة كبيرة جدا على اللاعبين، خصوصا لما نتكلم عن سياو لاعب كبير جدا، له قدرة على عملية الجري في المساحات، عنده قدرة في عملية التحول، لأن نلاحظ أن طريقة وفكر كوزمان في هذه المباراة هو الثلث الوسط وأقل غلق المساحات على فريق الهلال والاعتماد على الهجمات المرتدة. مشكلة الهلال لاحظت أنا مباراة النصر دائما تكون فراغات، خصوصا الزوري الشهراني عندهم النزعة الهجومية ممتازة جدا، لكن الواجبات الدفاعية الأطراف دائما تكون مشكلة كبيرة. السيناريو الشوط الأول ضغط كبير من الهلال، تراجع من الأهلي، اعتماد على الهجمات المرتدة، أتوقع تكون فيها أهداف بحكم أن الفريقين لديهم قدرة هجومية ممتازة ولديهم أخطاء على مستوى الدفاع. سيناريو الشوط الأول كوزمان من المدربين اللي يفضل الأطراف دائما. لو تلاحظ سياو على الطرف الأيمن وإسماعيل الحمادي، ويحب دائما أن يجعل الفريق يجد صعوبة في تغطيتهم. سياو والهلال يعرفون سياو، هذا اللاعب مثلهم في مع فريق الشباب دورتموند، بروسيا دورتموند كلوب. حقيقة مناظر جميلة جدا. جمهور رائع. نعم، جمهور رائع. يعني بصراحة الجمهور السعودي يعني ككل بصراحة جمهور رائع. يعني لو أصبح التنافس أيضا في تيفو في التشكيل الجماهير داخل أرضية الملعب، وهذه حقيقة من الأمور الإيجابية اللي شاهدناها هذا الموسم الجماهير. اليوم يوم الجماهير، اليوم اللي يغيب فيه عنا الجميع سامي الجابر، ودعونا ندعو بالشفاء العاجل إن شاء الله إلى الكابتن القدير والعزيز والحبيب أبو عبد الله الرمز الهلالي الكبير، وزميلنا العزيز اللي رافقنا في مختلف البطولات يوم كانت الجزيرة الرياضية، وإن شاء الله سوف يرافقنا عبر بين سبورت في مختلف البطولات. لذلك ندعو له بالشفاء العاجل. يغيب طبعا عن هذه المباراة بسبب نزلة البرد، نتمنى العودة إن شاء الله للرمز الهلالي الكبير سامي الجابر في أسرع فرصة ممكنة إن شاء الله.